السلام عليكم واهلا وسهلا من جديد في هذه الحلقه الجديده والجميله اللي جات من بعد اللوحه الفنيه اللي قدم لنا المنتخب المغربي في اخر مباريات دور المجموعات، واللي انتصر فيها ب3-0 امام زامبيا. وليد اللي تقلق من كثره الانتقادات اللي جاتو بزاف بعد مباراه مالي، واللي كان وليد فيها خارج التغطيه، وهذه راه بشهادات مدرب مالي. واللي عجبني في وليد انه قدر يحول الانتقادات لطاقه ايجابيه ويعطي التعليمات للاعبين اللي خرجوا لنا ماتش كامل الاوصاف مع زامبيا. دابا جا وقت الجد، وبالتالي خاص وليد يدير النيه ويتوكل على الله ويدخل بنسبه كبيره بالتشكيله اللي لعب بها اخر مباراه، وما يدخلش بمرابط والعناوي في دقه واحده، لان تنزانيا اللي غادي نواجهوها في الثمن كتشبه بزاف لزامبيا، وبالتالي بغينا تشكيله هجوميه. فمن المتوقع باش يدخل المنتخب التنزاني مدافع الكل في الكل ويلعب على الهجمات المضاده، وبالتالي وجب الحذر وندخلوا بالعزيمه والجرينتا ديال الماتش اللي فات. نعم، على الورق المغرب مرشح للفوز على تنزانيا، لكن في افريقيا ما كيبقاش التصنيف خدام والملعب هو الوحيد اللي كيحكم. وحنا شفنا كيفاش المنتخب التنزاني لعب مقابله كبيره ضد تونس وكان قريب ينتصر فيها. ونجيو دابا للتشكيله، وكما كنعرفوا في كرة القدم الفريق اللي كيفوز ما كيتبدلش، لكن كل مباراة عندها ظروفها. وإلا كانوا اللاعبين كلهم جاهزين فخاص وليد يكون واقعي ويبعد من العاطفة، لأن العاصفة كتسناه في حالة الإخفاق. وكالعادة في حراسة المرمى ياسين بونو اللي كنتمنى يكون يقظ في الهجمات المضادة ويتوفق في التصدي لها. في الدفاع نايف أكرد وماسينا، والصراحة ماسينا اللي تكون في حضرة إيطاليا عطانا شوية الاطمئنان في الخط الخلفي. بالنسبة للأظهرة نتمنى أن وليد ما يغامرش بحكيمي ويخليه للشوط الثاني، اولا باش حكيمي يرجع الطراوه البدنيه وتجنبا لاي مضاعفات لا قدر الله، وثانيا لاننا غادي نحتاجوه ابتداء من الربع اللي خصو يكون فيه في قمه الجاهزيه بدنيا ونفسيا، وبالتالي يدخل بمزراوي على اليمين وصلاح الدين في اليسار، وفي الشوط الثاني يلعب حكيمي يمينا ويرجع مزراوي في اليسر، لانه بكل صراحه عجبتني الثنائيه ديال مزراوي والزلزولي في الجهه اليسرى. في وسط الميدان العناوي او مرابط كوسط دفاعي، وكنفضل يبدا بالعناوي حيت مرابط غادي نحتاجوه في الماتشات الصحاح اللي غتبدا من الربع. قدام العناوي يكون من الصباري وأناحي، ونتمناو النحله يكون في نهارو. كجناح ايمن المبدع الفنان المتالق سي ابراهيم دياز، والقطار السريع الزلزولي كجناح ايسر، وفي قلب الهجوم الهوائي والفضائي ايوب الكعبي. فحظ موفق لوليد ووليداته، وان شاء الله الفوز يكون من نصيبنا ويكون بالاقناع والامتاع.